صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل سندوتش كده في الفطار كده، اللي بنبعت نجيبه من بره ده بنجيبه من المطاعم السوري. انا عن نفسي بحبه جدا 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 وبطلبه على طول من بره. بس انا قلت ايه، هو مش صعب ولا حاجه، انا اعمله يعني في البيت مفيش اي مشكله. نجربه بقى كده مع بعض. انا جبت العيش اللي هو الطري ده، العيش اللي هو السوري ده اللي كلنا عارفينه طبعا اهو. انا بحب السندوتش ده جدا ودايما ابعت اجيبه، بيبقى كبير بقى والواحد مش قادر كمان يكمله. اجيب بقى العيش كده دوت اللي معانا ده السوري، ومعايا طعميه اللي هو طعميه، سندوتش الطعميه دوت، ومعايا طحينه اهو. هاخد بقى الطحينه ديت الجميله دي، احطها كده في السندوتش. الله على الجمال، احلى سندوتش باكله ده بالنسبه لي، احلى من الشاورما واحلى من اي حاجه تانية. ازود كمان شويه طحينه. صراحه حلو جدا السندوتش ده، اختراع بحبه جدا. واجيب الطعميه واحط بس شويه خيار، برضو انا بشره ومقطعه شرايح، بيبقى حلو برضو الخيار جدا. واجيب الطعميه بتاعتي اهي، انا على فكره قليها في البيت، حاطه لها السمسم وقلياها لان انا برضو عندي في الفريزر، فقليها في البيت هنا. واحط شويه الطحينه برضو على الطعميه كده من فوق. بصوا جميل. غرقوا بقى طحينه كده. واجيب بقيه الخيار اهو، وكمان طماطم. السندوتش ده بصراحه بيبقى جامد جدا. احط كمان شويه خيار، وحلاوته في الخيار والحاجات دي. الفه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو ايه هو اتقطع، بس عشان زودت الدقيق مش مشكله، حتى لو اتقطع اهو هنلفه سوا مش اي مشكله. بسم الله. بصوا هو اتقطع معايا بس هنا كده، انا عادي ممكن احطه في الطاسه مفيش اي مشكله، بس انا هلفه في واحد تاني. نجيب واحد تاني والفه فيه مفيش اي مشكله. هو علشان انا بس زودت الطحينه لان انا بحب الطحينه جدا اهو. هناخده بقى هنا كده على الطاسه، نحطه بقى في الطاسه، نعمله نقلبه شويه كده على الجنبين، نشوفه بعد ما يخلص.